دلوقتي الوضع كالتالي: كل الأسعار عمالة تزيد من حواليك ولسه مصروفك أو مرتبك هو مش بيتغير. في الحالة دي لازم تبدأ تحط طريقة جديدة لتنظيم ميزانيتك، وكالعادة اسمح لنا نساعدك في المهمة دي. في فرجة هنقولك على 7 نصائح هيساعدوك تجبر فلوسك إنها تكفيك لنهاية الشهر. حدد المجالات اللي بتصرف فيها فلوسك ورتبهم على حسب الأولوية. فلو مثلا أهم حاجة عندك إنك تشتري كتب تقراها، يبقى لازم تبقى مدرك إنك ممكن تضحي بحاجة من ذوي الأولوية القليلة في مقابل ده، ولازم كمان تبقى متصالح مع نفسك وإنت بتعمل كده. خلي عندك نظرة بعيدة المدى للمناسبات أو الأحداث اللي هتحصل خلال سنة مثلا، واللي بطبيعة الحال هتحتاج فيها مبلغ أكبر من المعتاد. ده هيخليك حريص إنك توفر المبلغ ده من قبلها بفترة، وما تبقاش متفاجئ ساعتها ومش عارف تتصرف إزاي. كمان ده هيزود إحساسك بالمسؤولية وهيخليك تصرف فلوسك بحكمة وتفكر كويس قبل ما تشتري حاجة مش مهمة. كل واحد فينا عنده في يومه مصاريف لازم يصرفها بشكل روتيني ودوري ومفيش مفر منها، زي بنزين العربية مثلا أو فواتير النت والتليفونات. علشان كده بيبقى أسهل كتير لو خصمت المصاريف دي كلها من فلوسك في بداية الشهر وشلتهم على جنب، وتبقى فاهم بقى إن اللي متبقي معاك هو بس اللي انت هتحاول تنظمه وتدخله في الحسابات. في ناس كتير مشكلتهم مش انهم بيصرفوا فلوس كتير، لكن مشكلتهم انهم مش عارفين فلوسهم بتروح فين. والحل الاكيد للمشكلة دي هي انك تسجل كل حاجة بتشتريها على مدار اليوم، سواء في نوت بوك صغيرة او على موبايلك، وبكده هتقدر تحدد بسهولة نقاط الضعف في طريقة صرفك للفلوس. في ابلكيشنز كتير للاندرويد والاي او اس ممكن يساعدوك في مهمتك دي. اشهرهم هم جود بادجت، دولار بيرد، والي، وبيلجارد. هنحط لكم لينكاتهم كلها في الديسكريبشن تحت الفيديو. اعمل في عقلك تصور لكل مشترياتك على مدار الشهر، مش لازم كلهم في نفس الوقت، لكن على الأقل قبل ما تشتريهم بمدة كافية. صدقني أسوأ طريقة لإهدار الفلوس هي الحاجات اللي بتشتريها في التو واللحظة، واللي في الغالب بتبقى بدافع الحماس في وقتها بس، لكن بتحس بالندم بعدها بشوية وتدرك إنك في الغالب ما كنتش محتاجها فعلا. لازم تبقى مدرك ان الشهر غالبا مش هيخلو من الاحداث الطارئه والمصاريف اللي بتطلع من حيث لا تعلم، واللي بكل تاكيد لو مش عامل حسابها هتتفاجئ ان فلوسك خلصت رغم انك عامل خطه وميزانيه كويس. فاحرص انك تضمن وجود بند في ميزانيتك للحاجات اللي زي دي، ولو الشهر خلص بدون ما تحتاجهم ممكن ببساطه تحوشهم لواحده من المناسبات اللي جايه قريب. خليك فاهم كويس ان الفلوس وظيفتها تخلي حياتك اسهل مش العكس، فلو حسيت انك بتضايق نفسك بالحسابات الكتير والافتراضات وما الى ذلك يبقى لازم تغير من طريقة تفكيرك. وافتكر كويس انك في حال افضل كتير من غيرك، الامر اللي يستوجب عليك تحمد ربنا عليه وتدرك ان السعادة مش شرط تكون مقترنة بالفلوس، وانما بالقناعة والرضا بالقدر الموجود منها. لو عجبك الفيديو اعمل لنا سبسكرايب عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، ولو ما عجبكش اعمل لنا برضه، مش هتخسر حاجة. نشوفكم الفيديو الجاي.